من فلسطين، من تراثها إلينا حكاية. برنامج التراث الفلسطيني منا وفينا. هذا البرنامج معاد. يسعد مساكم يا رب. كنا في الحلقة الماضية قد تحدثنا عن كتاب في 3 دقائق. هذا البرنامج الذي سيبث عن طريق تلفزيون الفجر الجديد كل خميس الساعة 7:30. أيضا سيبث في برنامج منا وفينا في الساعة 3:10 من كل حلقة من برامج منا وفينا. وهذا الكتاب هو إنتاج أزاد ميديا. كنا تحدثنا مع الأستاذ محمد خميس القائم على الموضوع. اليوم رح نعرض الحلقة الأولى من البرنامج لمدة 3 دقائق. الحلقة الأولى من برنامج كتاب في 3 دقائق. الكتاب اسمه الجحيم لمؤلفه داني براون. خلينا على السماع. الجحيم هي من أكثر الروايات اللي أنا حبيتها، لأنها كانت الأحداث كلها متسلسلة بدولة كانت مفضلة لإلي وهي دولة إيطاليا. هاي الرواية الحلو بالكاتب إنه تسلسل الأحداث والفضول اللي بتركوا فيك لتعرف شو الحدث اللي جاي. كمان اللي حبيته بداني براون إنه لما تفوت على المكان الأثري اللي هو الحدث صاير فيه بوصف لك إياه بكل تفاصيله، حتى اللوحات. يعني مثلا تفوت على قصر فييغو مثلا تحس حالك من تفاصيل الكاتب انك عايش بهذا القصر، او لما يوصف لوحة مثلا معينة تحس حالك كأن اللوحة قدامك. كمان من الفضول اللي أثاره فيه داني براون انه خلاني اروح على جوجل واعمل سيرش عن كل الاشياء اللي هو حكى عنها، فهيك هو أثرى خلفيتي الثقافية وخلفيتي التاريخية، لأنه حكى عن كاتب أديب قديم شوي هو أوروبي عن دانتي أليغيري. الربط بين الكوميديا الإلهية وهي كتاب قديم جدا وهو أثري يعتبر مع روايته الحالية كان كتير إشي جميل. الرواية بتدور أحداثها عن عالم، هذا العالم أدرك مشكلة النمو السكاني المتزايد في العالم وحب يحط حل لهي المشكلة، وهي إنه اخترع فيروس. هذا الفيروس بيعمل عقم لثلث سكان العالم، ولكن لما عرض الفكرة لمنظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية رفضت هاي الفكرة تماما وحاربت هذا العالم، مما أدى إنه هذا العالم من كثر ما هو عبقري وبيعرف كتير بتاريخ أوروبا، فربط بين الكوميديا الإلهية كشفرة للمعلومات اللي كاتبها عن الفيروس وإمتى راح ينتشر. منظمة الصحة العالمية كانت بهاي الرواية استعانت ببروفيسور أمريكي وهو عالم بالرموز والآثار. الحلو حبيت ببطل الرواية كان هو طبعا العالم بالرموز والآثار، إنه كيف كل رمز بيحكي عن تفسيره، كل يعني ربط أحداث هاي الرواية بالرموز بالأحداث اللي حواليه. اللي عجبني بأسلوب الكاتب هو أسلوبه المتسلسل في عرض الأفكار والأحداث، وكمان في عنده أسلوب المباغتة، يعني أنت ما بتتوقع الحدث اللي جاي، يعني كل شيء بتتوقعه بالرواية ما بصير شيء عكس اللي بتتوقعه. في كمان عجبني كتير بالرواية عبارة جدا استفدت منها، بيحكي فيها أحلك الأماكن في الجحيم هي لأولئك الذين يحافظون على حيادهم في الأزمات الأخلاقية. هو اقتبسها من دانتي أليغيري. هاي علمتني إنه لما تصير مشكلة بمحيطي إنه ما أوقف على جنب وأعطي رأيي فيها. يعني يسعد مساكم في دائما أعزائي المستمعين، وكمان في برنامج كتاب في 3 دقائق. كتاب رائع أنا بحبه كتير، كتاب جميل جدا، وأنا بتمنى الكل يقرأ كتاب الجحيم لداني براون. خلينا من فلسطين بدنا نطلع على الكويت هلأ بالطيارة طبعا. بدنا نحكي مع الشاعر الفلسطيني حسن مريم. حسن مريم هو شاعر فلسطيني من مدينة الرملة، من مواليد الثمانينات.
أقام في الأردن بين عمان والزرقاء، ثم انتقل للإقامة بين الكويت وعمان. يحمل بكالوريوس في الآداب من جامعة الزيتونة. يعمل حاليا في التحرير الصحفي لعدد من المجلات، كما يعمل مع وزارة التربية والتعليم الكويتية. حصل على عدة جوائز أردنية وعربية، وله ديوان بعنوان رؤى قابيل. أعزائي المستمعين، يذكر أن الشاعر حسن مريم قد أسس إلى جانب كل من الشاعر علي الزهيري والشاعر سلطان القيسي منذ العام 2007 حركة شعرية باتت تعرف بثلاثي شعراء الحرية. أكيد الكل سمع بهالحركة واللي كانت في متحف محمود درويش في الشهر الماضي، ولكن حسن مريم منعته قوات الاحتلال الإسرائيلي وإسرائيل من دخول فلسطين. في العام الجاري طبعا مثل ما حكيت انه منعته سلطات الاحتلال من الدخول الى فلسطين المحتله لاقامه عدد من الامسيات في عده مدن فلسطينيه، بينما كان حاضرا في اصوات ووجوه رفاقه الشعراء سلطان القيسي وعلي الزهيري الذين تمكنوا من الوصول. معنا في اللحظات دقيقه واحده. طيب إذن هذا بالنسبة لحسن مريم اللي هو شاعر فلسطيني لديه الكثير من الشعر الجميل وفي شتى المواضيع. بيقول خليني أحكي شيء من كتاباته: هنالك فرق بين من يموت برصاصة عدوه على أرض المعركة وبين من يموت برصاصة صديقه على طاولة النرد. هذا البرنامج معاد. معنا الآن الشاعر الفلسطيني حسن مريم من الكويت. يسعد مساك يا رب، وأهلا وسهلا فيك من قلب بلدك لبعيد القريب. يسعد مساك يا أخت سلام. يعني كلمة بتوجع حالي في بلدي. بسلم عليكي وبسلم على كادر راديو مراح جميعا، وبحيي كل الأخوة المستمعين، وتحية خاصة للبلد لفلسطين حبيبتي. يسعدك يا رب، إن شاء الله يا رب بنشوفك هيك بيوم من الأيام بفلسطين، حاضر بقلبك وبروحك وبشعريتك الجميلة دائما. يعني أنت يعني قليل الوصف عليك لمحبة الناس أيضا لإلك بشكل كبير. خلينا نتحدث، إحنا حابين كتير نسمع النصوص. لو تحدثنا عن غربة الوطن بنص، مع إنها موجعة بس إحنا حابين نسمعك. غربة الوطن. طيب تفضل. طبعا قبل فترة أتيح للرفيقين حبيبي سلطان القيسي وعلي الزهيري الوصول إلى الأرض. نعم. وللأسف طبعا منعتنا من الدخول هناك، لكن لا أنكر أنني كنت حاضرا فعلا. يعني هناك وجوه وردة فعل الأخوة هناك، أيضا في أصوات سلطان وعلي يعني الذين لا أستطيع أن أصفهما صراحة. نعم. في هذا اللقاء اليسير. نعم. أقول الوطن ما زال يتبعني وأتبعه، والبعد يوجعني ويوجعه. هو في مكان ما هناك معي يقلي الهوى، وأنا هنا معه على مهل يا بلاد. فما زال في الحلم متسع كي يكون، وما زال في الروح أغنية للرفاق على مهل. سوف تزعل منك القصيدة لو ملت شطر الوداع. ستزعل مريم 30 عاما تربي فمي للهتاف الكبير. 30 عاما تربي الصدى لزغاريدها والعتابة. سيزعل أحبابك الشهداء ومن يحرسون المدى في السجون على مهل. واذكرينا بخير ولا تأخذينا بذنب الكراسي، ولا تحطمي حلمنا مرتين. فما زال في الوقت متسع كي نعود، وما زال في الحلم حلم لئلا يهون على مهل يا بلاد.
على مهد يا بلاد. مهلك علينا يا أستاذ حسن كمان. يسعد مساك يا رب، وإن شاء الله يا رب يشوفك الله يسعد لي في مساك. قلب الوطن إن شاء الله. يخليك يا رب. خلينا نحكي في هاللحظات عن يعني أنت حضرتك أقمت العديد من الأمسيات الشعرية، ويعني الكثير من الأمسيات الشعرية. يعني حدثنا عن أمسية من هذه الأمسيات كانت المفضلة لديك والتي تحبها جدا وتتذكرها دائما. الأمسية المفضلة لدي طبعا بصراحة يعني الواحد ما راح أنا أتكلم لك الآن عن أمسية كان لها يعني وقع كبير في الوسط، لكن في أمسية وقد لا يكون لها ذكر أبدا أصلا يعني، وقد تكون من أسوأ الأمسيات التي قدمت، لكن ما زلت أذكرها. نعم. ولها وقع خاص في قلبي لأنها كانت يعني هي أول أمسية تجمعني يعني بالثلاثي. نعم. كانت أمسية في مقهى جفرة نعم. في العاصمة عمان. نعم. طبعا هذه الأمسية كان لها أثر كثير جدا، يعني وجودي إلى جانب علي وسلطان. لا تتخيلي الاندماج والفرحة والشعور الدافئ الذي غمرني يعني. نعم. يختلف تماما عن وجودي بشكل شخصي أو بشكل فردي على المسرح. نعم. هذه أمسية يعني لا أعتقد أنه راح أنساها في يوم من الأيام. جميل. ولا أظن سلطان وعلي أيضا راح ينسوها، على الرغم من أنه هذه الأمسية يعني ما إلها هذا الصدى أبدا. نعم. كانت في الأوساط الأدبية. نعم. كيف يجد شاعر حسن مريم حركة الشعر الفلسطيني الآن ومسيرة الشعراء الفلسطينيين الجدد؟ يعني أنا قلت من زمان وما زلت أقول الشعر يعني هذا الإرث العظيم والجميل، وأنا هذا الكلام أقوله يعني ليس فقط في فلسطين. نعم. لكن في جميع الدول العربية، يعني هذا إرث يعني هو الهوية الأجمل بالنسبة لنا. نعم. أنا اللي أراه صراحة إنه الشعر إلا ما رحم ربي هو في تدهور يعني في تدهور، وهذا يعني كلام أقوله للأسف الشديد طبعا. وكتبت في يوم من الأيام يعني، ولم يكن هذا الكلام طبعا كتابة ذكية أو حركة ذكية، كتبت إنه لو كنت شاعرا فسوف أهجو كل من تهجم على هذا الإرث الجميل. نعم. وأبدأ بحسن مريم. أنا واحد من هؤلاء الناس الذين يعني فعلا كان لهم يد وكان لهم أثر في تدهور الشعر، طبعا بغض النظر عما يراه الناس وعما يراه الجمهور وعما يقرأه في شعر حسن مريم أو غيره. لكن هذه رؤيتي وشكل القصيدة أو شكل الشعر الذي يعني في رؤيا يعني ليس كما هو على الورق أو كما هو مكتوب أو مسموع. نعم. لا أنكر أن هناك يعني كثير من الأصوات خاصة في رام الله في عمان في الدول العربية أيضا. نعم. نعم. لكن تحتاج الكثير من الجهد والعمل والاجتهاد الشخصي طبعا. نعم. وبالدرجة الأولى التقدير. نعم. لهذا الموروث العربي الجميل. بس خلينا نحكي إنه في أمل يعني إن شاء الله بهذا الشعر أو بالشعراء. أنا قلت لك يعني في هنالك أصوات كثير مبشرة. أصوات من الشباب كثير مبشرة، ويعني أنا أتابعها بشكل يومي وأستفيد منها بشكل يومي أيضا. نعم. طيب في هناك نص لسلطان القيسي، شاعر السلطان القيسي اللي هو من حركة شعراء ثلاث شعراء الحرية، بيحكي: يخطر في بالي أيضا عبوس حسن مريم حين أتأخر عن موعد لقاء أبرمناه، وإماءة علي الزهيري بالموافقة على وضعي في دائرة العقاب طوال السهرة. يعني في العديد كمان من النصوص اللي بتجمعكم مع بعض. شو رأيك أنت يعني كيف بتشوف حركة شعراء الحرية، وهل هي على الطريق الصحيح أم لا؟ شعراء الحرية طبعا أنا ضحكتني في البداية يعني على الكلام اللي كاتبه حبيبي سلطان. نعم. وهو كلام واقع وحقيقي. طبعا أحب أن أنوه يعني أنه أنا علاقتي في سلطان القيسي وعلي الزهيري يعني هي علاقة
تتعدى علاقة الأدب وعلاقة الشعر. نعم. هي بالدرجة الأولى هي علاقة محبة وأخوة. جميل. أكثر من هي علاقة أدبية، وإن كان الشعر يعني وله جزيل الشكر. نعم. اللي لمنا على بعض. نعم. طيب معنا شعراء الحرية. نعم. عفوا. كمل احكي لنا عن شعراء الحرية. طيب بالنسبة لشعراء الحرية، الآن الوهلة الأولى يعني اللي بيسمع بشعراء الحرية مباشرة بيروح ذهنه للأرض، للوطن، للبندقية، للانتفاضة، للثورة. نعم. أريد أن أقول يعني إنه مسمى ثلاثي شعراء الحرية يعني هو حرية الإنسان بمفهومها العام. جميل. وليس على الصعيد الوطني يعني فقط. نعم. نحن مؤمنون تماما يعني بحرية الإنسان الداخلية وتحرر الإنسان من نفسه أولا. نعم. تحرر الكلمة، تحرر الخوف، تحرر من بعض العادات والتقاليد والمبادئ. هذا بدور أكيد أنه سوف يؤدي إلى تحرير الوطن، وهي الغاية الأعظم بالنسبة إن شاء الله للجميع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذ حسن، معنا اتصال هاتفي من حدا حابب يسلم عليك. يسعد مساك يا رب. ألو. مساء الخير. مساء النور. أستاذ علي، كيف حالك؟ مساء الخير يا حسن يا حبيبي. علي حبيبي علي، كيف حالك يا قلبي؟ الله يسعدك. أنا بحيي سلام جدا جدا على هاي اللفتة الجميلة. يسعدك يا أستاذ علي. جمعتني فيك عبر أثير راديو مرح. تفضل أستاذ علي، حكيت لنا أنت حاب تحكي شيء. حاس حالي الآن فعليا بتكلم معك لأول مرة. أنت الآن يعني ما جمعتيني بعلي، أنت جمعتيني بمحبوبتي. تفضل أستاذ علي. حسن يعني يكثر الكلام في حسن يعني، ولا يقل، كلما زاد قل. نعم. يعني علاقة حسن في الثلاثي ومعنى حسن مريم بالثلاثي يعني لا يمكن وصفه يعني. حسن مريم شاعر يعرف كيف يفرق من القصيدة عمرها، وكيف يسرق من القارئ إحساسه بالدهشة. يكاد قارئه يجزم أنه سمع من حسن هذه القصيدة في مكان ما، أو ربما شارك في كتابتها. وحسن مريم هو ذاته الذي يقول: البلاد لن يقتلها العدو، تقتلها خيبة الشهيد، ويد واحدة تصفق هي يد تنتحر. البندقية شاعر، والمعول شاعر، وما دون ذلك خشبات مكسورة في سلم قديم. نعم. يعني شو أحكي لك، صح لسانك أنت والأستاذ حسن. صح لسانك يا رب. وشكرا لك كتير أستاذ حسن. هيك كانت مفاجأتنا اليوم اللي هو الحديث مع الأستاذ علي. أجمل مفاجأة يعني صراحة عاجز عن الشكر. أنا عاجز فعلا عن الشكر. يسعدك يا رب. أستاذ الكلام اللي قاله حبيبي علي طبعا هو أكبر مني بكثير يعني، وهذا لا ينبغي أكيد. أنا ما راح أجامله يعني وأزود عليه. علي بيعرف محطته عندي، وأكيد يعني هذا شيء واضح للجميع أيضا. نعم. لكن كالعادة حسن جملني كالعادة بيحكي لك علي. نعم. طيب شكرا. معك ركض عربي علي. نعم. أستاذ علي زهير، شكرا كثير لحضرتك، وأتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح، وإن شاء الله رح يكون لنا لقاء مع حضرتك في الأيام القادمة من برنامج منا وفينا. شكرا جزيلا. خلينا نكمل مع أستاذ حسن. لو تحدثنا عن رؤى قابيل اللي هو كتابك الأول أو الوليد الأول لحسن مريم. رؤى قابيل هو كنزي يعني الذي يعني إن شاء الله يعني لن نفرط فيه. نعم. لقبل فترة يعني ليست بكبيرة يعني صراحة تغيرت نظرتي لرؤى قابيل. نعم. كنت قبل ذلك أقول يعني لو أتيح لي أن أعيد كتابة رؤى قابيل لحدثت منه يعني تقريبا سنتين. نعم. لكن الآن أنا متمسك جدا بكل كلمة في كتاب رؤى قابيل. جميل. يعني هذا الكتاب يعني أكثر مما هو شعر وأكثر مما هو أدب. ما تتخيل أنت مسيرة 10-11 سنة هذا كله على حساب مشاعري وعلى حساب وقتي وعلى حساب صحتي أيضا وعلى حساب علاقاتي يعني مع أهلي ومع أصدقائي. نعم. فما تتخيل يعني فرحتي في هذا الكتاب، وحاولت قدر الإمكان يعني إني إن شاء الله أن أكون متميز ومختلف نوعا ما. إن شاء الله أكون قدرت يعني أو أوصل اللي أنا بدي إياه. يعني هو
بداية السلم في الحلم إن شاء الله عز وجل. إن شاء الله يا رب، ومزيد من التقدم والنجاح. رح أحكي نصوص من نصوصك، بدك تجاوبني على كل نص بكلمة واحدة فقط. بكلمة واحدة فقط. كلمة واحدة. الحكمة يا رب الحكمة، الحكمة لأستوعب كل هذا الدم البريء وأعبدك بسلام. حاجة. الحاجة. هنالك فرق بين من يموت برصاصة عدوه على أرض المعركة وبين من يموت برصاصة صديقه على طاولة النرد. أنانية. أنانية؟ نعم. نعم. بعض النساء يشبهن الشهادة، ثمينات ولا يتكررن، وأظنني خسرت امرأة تستحق الشهادة. حزينة. أكثر ما يوجع في الشتات أن تنتبه له. انتباه. إن انتمائك لأي مذهب أو حركة أو فصيل لا يعني انتزاعك من انتمائك الأساسي، إنسانيتك، وإن كانت الحقيقة ولا أظنها كذلك عصية على الفهم أو الرؤية. إيش بيعني لك هذا النص بكلمة؟ وحشية. ماذا صنعت بي يا عم إبراهيم؟ لقد كنت طيبا معك حتى وأنا في ذروة مجازي وكنت أحبك. خيبة. ماذا تعني لك مريم؟ مفتاح. عمان. جدتي. الكويت. 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 صديق. طيب الصديق. مرآة. وأخيرا الابتسامة. الابتسامة. نعم. نور. طيب يعني في نهاية اللقاء أمنية لفلسطين من حسن مريم. عفوا. أمنية لفلسطين من قلب حسن مريم. أمنية لفلسطين من قلب حسن مريم. يعني أتمنى أن تعود فلسطين. نعم. أو أن تصير فلسطين كما يجب لها أن تصير. إن شاء الله يا رب. كعبة العالم. إن شاء الله يا رب. تحياتنا لإلك، وتحية من الأستاذ عبد الله الزيود اللي بيسمعك في هاللحظات، ومحمود أميرة أيضا، وهند محمد، وهند وحنين سمير، والجميع يسلمون عليك من كل الدول العربية ومن قطاع غزة ومن فلسطين، من جميع المدن الفلسطينية. كل التحية لقلبك، وإن شاء الله ليوم بتنور فلسطين بوجودك، بتنور سماء فلسطين أيضا. شكرا جزيلا لإلك الأستاذ حسن مريم، الشاعر الفلسطيني ومن حركة ثلاثي شعراء الحرية. لو شربوا البحر أو هدوا السور، لو سرقوا الهوى أو خلقوا النور، ما ببيع العكا. تحياتنا لعكا والرملة واللد وكل الساحل الفلسطيني، لكل فلسطين، لكل اللاجئين الفلسطينيين. إن شاء الله بيوم من الأيام رح كلنا نستظل بظل زيتونة من زيتونات الوطن. سعد مساكم يا رب، وكل التحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا في هاللحظات. تحياتي لكم مني سلام ربحي في الإعداد والتقديم، برنامج منا وفينا من إذاعة مرح، من أحمد النقرط في الهندسة الإذاعية والمكتبة الموسيقية، وإلى اللقاء. منا وفينا، من فلسطين، من تراثها إلينا حكاية، من مدنها وقراها إلينا قصة. منا وفينا يتحدث عن أمالنا وأحلامنا مع مثل شعبي وقرية فلسطينية واقتراح صغير على مسؤولينا لنكون يدا واحدة في بناء الوطن. منا وفينا، لأنه أنتم منا وفينا. مع السلامة حلقة.